فالنسيا الرائعة، حيث الطقس الجميل والأجواء الصافية، الجماهير أيضا تصنع الحدث هنا، الملعب جاهز، الفريقان على أتم الجاهزية، ونحن وإياكم نريد أن نستمتع في هذه المباراة الكبيرة. لا شك أيضا أنه هذه المشاهد من أفضل الأشياء اللي ممكن يشاهدها عشاق كرة القدم، المشاهد الرائعة. ليفاندوفسكي فعل وسجل كرة في الشباك، يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة. من يؤمن في قدراته يستطيع أن يحقق المعجزات، هذه هي كرة القدم وهذا هو ما حدث اليوم. يا سلام على قطع الكرة والإنهاء المثالي، هذه الروح والإصرار والعمل الجاد. برشلونة افتك الكرة بدون أخطاء، من هنا بدأت الخطورة، نجحوا في استغلال فرصة والهجوم المرتد السريع ثم ترجموه إلى هدف. فالنسيا يجد نفسه متأخر في الدقائق الأولى من المباراة على عكس التوقعات. الهدف جاء ليغير من وضعية المباراة مبكرا، الآن راح تكون هناك حسابات أخرى. يلعب كرة على اليسار، يوغو دورو يحولها للجهة اليسرى، تمكن من المرور، كان واضح أنه عازم على الاستمرار في الأمام لولا التدخل الدفاعي اللي حرم من الكرة. دييغو لوبيز، برشلونة نجح في تسجيل هدف مبكر، النتيجة 1-0. أراوخو، بيدري، كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. ليفاندوفسكي، لمسة على اليسار، أليخاندرو بالدي يلعبها على طرف الملعب، بيدري، هل يضعها في المرمى؟ يبعدها عن مناطق الخطورة. كرة تلعب على اليسار، خافير غويرا، مرت الكرة والآن تغيير الاتجاه للجانب الأيسر. تمريرة لم تكن دقيقة بدون خطورة تذكر. يتغير الاتجاه نحو اليسار، تدخل جميل واعتراض أجمل. ما الذي حدث هنا؟ يلعبها في المساحة، تمريرة بعيدة كان بإمكانه تنفيذ الكرة بشكل أفضل. دييغو لوبيز، برشلونة سعداء بالتقدم في هذا الشوط بالتأكيد حتى لو كان تقدم بفارق هدف. يفقد الكرة تحت الضغط، دييغو لوبيز لم يعرف كيف يرسل تمريرة بينية سليمة. جافي، الله على هذا التصدي، الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة اللي يقدمها الجول كيبر. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. يلعب والفرصة، يا إلهي أي فرصة أهدرت. غريبة جدا إضاعة الكرة من هذه المسافة أمام المرمى، أداء مخيب جدا في ترجمة الفرص. كوندي ومجهود غير عادي يستعيد به الكرة.
تنطلق صافرة النهاية ونهاية الشوط الأول. بعد شوط أول نستطيع أن نقول أن هذه المباراة لم تكشف كامل أسرارها بعد. ما زال هناك الكثير في هذه المواجهة. نتيجة 1-0 غير حاسمة بكل تأكيد. التقدم مستحق بدون شك، عطفا على ما قدمه الفريق من جهد وعمل كبير في هذا الشوط. برشلونة عند الأفضلية 1-0 في الشوط الأول. نعود إلى ملعب المباراة والشوط الثاني. عندما تكون متقدما في النتيجة يكون أمامك خيارات كثيرة للتحكم في الأداء. تمريرة بدون تركيز. تقدم إلى الأمام. روبرت ليفاندوفسكي يسيطر على الكرة. هذه خطيرة، هذه خطيرة. يا عيني على كرة في المرمى، يا عيني على جمال الهدف وروعته. أي إبداع هذا. التفوق واضح، الأهداف تتواصل، الهجوم رائع في مباراة كبيرة. كرة ذهبية لا يمكن أن ترفض الهدية. انهاء رائع للهجمة. هذا يقول لك السهل الممتنع، استغلال فرص، استغلال مساحات بدون أي مجال للاستعراض. الكرة بشكل رائع في اللقطة الماضية. برشلونة الآن أصبح متقدما بفارق هدفين. تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض. يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. مدرب سعيد جدا بتوقيت الهدف واخذ الافضليه قبل بدايه الشوط الثاني. هدف جاء في توقيت مهم يخلط اوراق الخصم ويضعهم في موقف صعب وتحت ضغط اكبر. فولكير ظهير مثالي ورائع وامكانياته كبيره، هذا هو الظهير والا فلا. الحكم يشير باستمرار اللعب. رافينيا خافير غويرا بدون تردد يستعيدها مجددا. يوغو دورو. خوسي غايا تدخل في توقيت حاسم. غايا يتقدم على الطرف. غايا مرور جميل من المدافعين وانطلاقه على اليسار. باو كوبارسي. جافي لعبة رائعة الآن. اعتراض رائع للكرة. خافير غويرا. غايا يتسبب في احتساب المخالفة. يحولها للجهة اليسرى. خافير غويرا يمر ويلعب كرة بينية. يا لها من فرصة. الله على الكرة في المرمى، روعة واحتفال جميل ومشاعر طاغية. يا لجنون كرة القدم. واضح التركيز، واضح العزيمة والضغط على الخصم من أجل تسجيل مثل هذه الأهداف. هجمة مرتدة جاءت سريعة بعد افتكاك الكرة من الوسط. ضغط الفريق يولد الأخطاء ويخلق الفرص والمساحات وهو ما يلعب عليه هذا الفريق. تم تذليل الفارق إلى هدف وحيد. كرة في المساحة الخالية ويبحث عن خيارات. موجود لإبعاد الكرة. جافي. برشلونة عليهم استغلال هذه الفرصة لإنهاء أي أمل في العودة في الدقائق المتبقية من المباراة. أعتقد أنهم يراقبون الساعة الآن في انتظار صافرة الحكم. البينية حلوة الآن. ليفاندوفسكي. جافي عدت الكرة. إمكانية ليفاندوفسكي
كريستيان موسكيرا، والآن حكم يعلن عن نهاية المباراة. برشلونة واجه ندا صعبا اليوم